بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا، عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا زانين وطيبين في كل مكان يا رب. رجعنا لكم فيديو جديد يا جماعة على القناة، إن شاء الله بإذن الله كده تشرفونا وتنورونا بالاشتراكات بتاعتكم واللايكات، والفيديو ينال إعجابكم ونال رضاكم. طبعا أول حاجة نبتدوا بها الفيديو نسموا بالله ونصلوا على الرسول، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمام يا جماعة، اشتركوا في القناة يا جماعة، فرحونا بالاشتراكات واللايكات، وكل الناس اللي مشرفانا ومنورانا على راسنا والله من فوق، وكل الناس اللي دخلت عندنا جديد الفيديوهات اللي فاتت طبعا شرفتونا ونورتونا، وإن شاء الله بإذن الله كده القناة تكبر بيكم وبدعمكم لينا بإذن الله، اللهم آمين يا رب العالمين. ده فيديو جديد يا جماعة، ده البح الصغير طبعا اللي هن آخر حاجة دي طليعة اللي هي آخر طليعة دي، شايفين بسم الله ما شاء الله. الفرق بين دول ودول يا جماعة حوالي 13 يوم أو 15 يوم، 15 يوم يا جماعة أو 13 يوم 14 يوم بالظبط الفرق بين دول ودول، شايفين بسم الله ما شاء الله. تمام، احنا دلوقتي الصبح، فأنا طلعتهن وحطيت لهن العلف. هن طبعا ايه الأول يشربن المية بتاعتهن، شايفين البح الصغير ده والله يا جماعة متعب في المية. دقيقة واحدة هنطلعها ونرجع لكم. هذا يا جماعة طلعناها، شايفين بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، ربنا بارك لنا فيهن إن شاء الله، وبارك لكل واحد في أي حاجة عنده في البيت. الطيور دي يا جماعة والله رغم إنها متعبة إن الواحد يهتم بيها في الشتاء بالذات، طبعا الشتاء متعب جدا في الطيور الصغيرة، بس يعني الواحد اللي يحب الحاجة هيعملها إن شاء الله وربنا هبارك له فيه. شايفين بسم الله ما شاء الله، ده الكبير ودينا الصغيرات بيناتها تحار طبعا. اللهم صل على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اشتركوا يا جماعة في القناة وارفعوها كده إن شاء الله باللايكات بتاعتكم والإعجابات اللي تعملوها لينا، والتعليقات الحلوة اللي كل الناس الحلوة اللي تبعتها لينا، شكرا ليهم. طبعا في سؤال اتبعت لنا، وحدة قالت لنا ان البط بتاعها طلع لها في الشتاء لي 4 ايام او 5 ايام وهي خايفة عليه من البرد. بصوا يا جماعة، هو طبعا البرد زي ما قلنا مع انه افضل تربية الواحد ممكن يربيها افضل من الصيف. الطيور اللي هتتربى في الشتاء سبحان الله تبقى كويسة أحسن من الطيور بتاعت الصيف. طيور الصيف متعبة، الاختناق والرطوبة العالية والكلام ده كله متعب فيه، لكن الشتاء بس عايز شوية دفى. تمام، فانت لو عندك سطوح فوق فاضي وفي شمس وديهم فوق، بس الكلام ده بعد الأسبوع الأول. كل واحد يا جماعة ونظامه وتربيته زي ما ربي. احنا هنا نربوا أول أسبوع البح اللي هيكون طالع لنا الصغير ده نخلوه عندنا تحت، مش هنطلعوه على السطح فوق نهائي في الشمس. تمام، هنقعد نطلعوه ياكل ونحطوه في الكرتونة بتاعته تاني. اللهم صل على سيدنا النبي. هنشغلوا له دفاية، الدفايات اللي هي تدفي المكان دي جنب منه ياكل، ونحطوه بعد الثلاث 4 ايام الاولى دول هنخلوه ياخد له شويه كده يعني ياكل، ولا ما ندخلوش على طول مجرد ما ياكل. اللهم صل على سيدنا النبي. تمام، تقضي اول اسبوع بعدين تطلعيه فوق. انت ما عندكيش سطوح فوق، او ما عندكيش شمس، او ما عندكيش مكان تحطي فيه البح بتاعك او البط بتاعك ده، زي ما قلت لك تحت كملي معاه. بس طبعا البط عندما يكبر ما ينفعش، يعني ما تقوليش الحجم ده، شايفين الحجم ده هتخليه معاكي تحت، ما ينفعش. هو يعتبر أهدى نوع في البط عموما، واللي هو الأصلي البلدي البح السوداني، اللهم صل على سيدنا النبي. تمام، لكن البط اللي هو أقوله جعجاع ومسكوف والكلام ده كله ليه صوت يا جماعة، احنا ما تعودناش عليه زي ده. اللهم صل على سيدنا النبي. فانت عندك مكان تروح تطلعيه بعد الأسبوع الأول في الشمس. طبعا لو احنا عندنا هنا نحطوا الكفاية اللي انا وريتها لكم دي اللي معمولة من الجريد، هنا نعملوها ونحطوه فيها البح الصغير بتاعنا اللي طلع لنا من البحة الكبيرة. انت طبعا عنديكي اي حاجة قفاصة، اي حاجة هتحطي فيها حطي فيها، الامان بالنسبة لك، لان احنا هنا عندنا الغراب ممكن يجي ياخدهم كلهن يتلفاهن ياخدهن ويمشي بيهن. تمام، ممكن اي حاجة تاكلهن، فالامان ان احنا نحطه طبعا في الكفاية بتاعتنا دي في الشمس. هتاخديهم بقى من اول ما العصاري تبتدي كده، لان الدنيا احنا في عز الشتاء دلوقتي، تاخديهن عنديكي تاني تحت وتدفيهم بقى وتاكليهن تحت وتدخليهن تاني في الكرتونة بتاعتك، شوية بشوية هيكبرن. أهم حاجة تدفيهن. والعلف، شايفينها العلف تحت مني هنا يا جماعة، ما ينفعش إن ده نقول نستناه جوع. السن ده احنا مش هنجوعوه نهائي، السن ده الأكل تحت منه.
اللهم صل على سيدنا النبي. يخلص ممكن 5 دقايق 10 دقايق تلقينا حطينا تاني. لكن زي الكبير اللي خلاص الاكل بتاعه خلص حنسيبوه، مش هنحطوا له اكل تاني دلوقتي طبعا، مستحيل. لكن ده لازم الاكل تحت منه. طبعا انا مش هنخلي السن الكبير ده مع السن الصغير، بس انا عشان مطلعاهم دلوقتي الصبح، فانا نقعد معاهم شويه يتمشوا من هنا، وبعدين نحط ده في مكان وده في مكان. تمام. ولحد الان انا دول شهر، كملوا شهر الكبار دول. انا ما غيرتش العلف يا جماعه، انا ماشيه بالعلف الناعم معاه. انا كده كده هنجيب علف، فهنحط علف من ناعم. وبصراحه يعني التركيز بتاعه اعلى، ويدي وزن بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا النبي. هذا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا النبي. شايفين؟ طبعا انا نسيبهم شويه، ناخد معاهم ربع ساعه ولا 10 دقايق كده، هيرمحوا في المكان. تمام. فياخدوا شويه نشاط. تمام. وبعدين هنعزل كل حاجه لوحدها، ما ينفعش نسيب الكبير مع الصغير. تمام. في وحده تقول لي التعليق بتاعها على راسنا والله من فوق ان هي بحتالنا اصلا، يعني ان البحه بتاعتها او البطه بتاعتها رجلها اتكسرت. بص، هي لو اتاكل زي ما انا برديت عليك وبعتلك، لو اتاكل ممكن ان احنا نعزلوها في مكان وتكملي لها ال4 شهور بتوعها. اللهم صل على سيدنا النبي. لكن هي مش هتاكل، فخلاص على كده مش هتنفع تاني. وانا مش عارفه اتكسرت ازاي بالظبط، فهي طبعا ايه هتفرق، انت شايفه الحاجه قدام عينك، فانت ايه اضرب الحاجه اللي عنديكي. ربنا بارك لك ان شاء الله باذن الله فيهن، وان شاء الله باذن الله تكون تاكل وتكون كويسه وتقعد عندك ال4 شهور بتوعها. الواحد يزعل والله يا جماعه الحاجه اللي عنده طبعا اللي اربي فيها ويتعب فيها. ربنا بارك لنا واياكم، اللهم امين يا رب العالمين. بالنسبة بقى لصديقتنا وحبيبتنا اللي على راسنا من فوق، اللي بعتت لي وقالت لي البحة بتاعتي او البطة بتاعتي السوداني ما بضتش على ال6 شهور، يا حبيبتي بصي، اول حاجة السوداني عموما هيطول شوية، مش لازم يبيض على ال6 شهور، وممكن يبيض على ال6 شهور على طول. تمام. اللهم صل على سيدنا النبي. ممكن تأسيسها بقى من الاول مش صح، لكن لو انت مؤسساها صح عنديكي في البيت ومأكلاها، لا عادي ما يجراش حاجه. المهم زي ما قلت لك ان البيضه بتاعتك تكون حجمها كويس، لان في بط او بح هيبيض بدري للاسف البيضه بتاعتهم مش كويسه، او مش هتجيب جنين، لان البيضه صغيره عن الحجم المفروض ايه يبقى فيها حجم البطه، وممكن يطلع عن فيه جنين وموت، ما يقدرش ان هو يطلع او يتحرك. تمام. اهم حاجه دلوقتي انت اللي ابيض عندك اهتم بالاكل بتاعه واكل كويس، لان الابيض ده محتاج ايه الاكل التغذيه الكويسه. تمام. متاكده طبعا من الذكر اللي موجود معاه انه يكون كويس، وان شاء الله يكون في تخصيب ويديك انتاج باذن الله كويس ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا بارك لك ان شاء الله فيهن، وباذن الله يعني انت عبال ابيض حاليا عبال ما يبتدي يطلع باذن الله حيلحق الجو الكويس، مش برد جوه بس الجو حيكون كويس عنديكي. طبعا على راسنا تعليقك والله العظيم، شرفتينا ونورتينا ان شاء الله باذن الله. ربنا بارك لنا وبارك لك يا رب، اللهم امين. اشتركوا يا جماعة في القناة وفرحونا بالاشتراكات واللايكات بتاعتكم الحلوة، وتعليقاتكم اللي مش حارميننا منيها والله على راسنا من فوق. تمام يا جماعة. شايفين؟ ودي التعليقات يا جماعة اللي اتبعتت لنا، هنحاول على قد ما نقدر ما ننساش اي تعليق وما ننساش اي حد، مع انه والله انا رد عليكم كلكم، بس هنا انا رديت برضو تاني في فيديو. تمام. طبعا دي يا جماعة مش تبعهن، دي تبع الكبار، البحة دي تبع الاكبر مني، بس هي ايه دخلت معانا هنا وسيبت الكبار، بس انا هنطلعها طبعا. شايفين؟ انا كنسه الحته دي، فهنا راح عند اللي انا كنساه ده حشيش وحاجات من اكل الطيور الكبيره. اللهم صل على سيدنا النبي. وادي يا جماعه البحيرات بتاعتنا الحلوات كده على الصبح ان شاء الله باذن الله، كده ان شاء الله صباحكم رزق، صباحكم كل بركه. اللهم امين يا رب العالمين. صلوا على النبي يا جماعه، اذكروا الله، على بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في تعليق تاني يا جماعة أنا افتكرته والله دلوقتي، إن شاء الله بإذن الله ما ننساش أي تعليق. في واحدة برضو صديقتنا وعلى راسنا من فوق إنها بعتالنا طبعا، هتقول لي المضاد الحيوي، عايزة تحط مضاد حيوي، وللأسف ما عندهاش إلا المضاد الحيوي المتوفر عندها طبعا بتاع الأطفال. يا جماعة بصي بسم الله ما شاء الله، أنا مش عارفة ده بروفين، شايفين؟ بتاع الأطفال، دواء بتاع الأطفال السخانة، بتاع سخانة يا جماعة. أنا هنحط منه وهنحط مضاد حيوي حاليا، بس انا خلصته للاسف. انت لما بعتيلي التعليق انا كنت مخلصه المضاد الحيوي بتاع الاطفال للبط، بس مش ده، انا حطيت للكبير ده، لسه ما حطيتلاش مضاد الحيوي الجرعه اللي انا هنحطها ليه تاني. تمام.
هي كوقاية والله يا جماعة، أنا هنحطها كوقاية وهنحط للأطفال، لأن عشان نروح نجيب احنا هنا في القرى الصيدلية البيطرية بعيدة جدا مننا، وطبعا عايزاه لحد مخصوص يروح يجيبها لي، فأنا مش متوفر عندي الحد، أو مش معايا مثلا جوزي ما كانش قاعد في الوقت ده، فأنا هنجيب من الصيدلية المضاد الحيوي بتاع الأطفال ونحط منه، وهو طبعا أقوى، فأنا هنحط منه والله يا جماعة أي دواء بتاع أطفال، كحة بقى، سخانة، مضاد بتاع البطن، اي حاجه يا جماعه نحط منها أنا البط او البح او الفراخ الفروج زي ما انتوا تقولوا، زي ما تقولوا. تمام. فاللهم صل على سيدنا النبي، حط يا جماعه، وان شاء الله باذن الله ربنا بارك له. طبعا يعني ايه، ما ننسوش البصل والثوم والشطه، اللهم صل على سيدنا النبي، والخل والليمون، ده حاجات طبيعيه كده انت من البيت شغاله فيها. والله يا جماعه شيح، انا غلي شيح وحلبه وحبه البركه، هنحط للطيور كلها يعني كوقاية. وبرضو في الأول وفي الآخر اللي ربنا كاتبالك حكون من نصيبك وحكون من نصيبك، احنا هنعمل اللي علينا عشان دي روح ربنا كرمنا بيها، فاحنا إن شاء الله بإذن الله نحافظوا عليها وربنا بارك لنا فيها. تمام يا جماعة، اللهم صل على سيدنا النبي. إن شاء الله بإذن الله كده نكون ردينا على كل التعليقات، وإن شاء الله بإذن الله تستفادوا، اللهم آمين يا رب العالمين. ده البح، تعالى حنحط لهم شوية العلف. طبعا الحمامة أنا لسه ما أكلتهاش، فعشان كده هو طالع هياكل من اي حاجة واقع منها الطيور، لان الدشة او الغلة اللي تحت البر، الكسر اللي احنا هنعملوها للطيور دي هتوقع للاسف من البح، يعني اغلبيتها هتوقع منه، فانا هنحط له الكبير بس. النهارده ما فيش، حطيت له من الصغير فوقع منه كتير في الارض، فهو هينقيها طبعا. تمام، هنحط له العلف بتاعه وهنرجع لكم تاني. هذا يا جماعة طبعا هو خايف عشان انا وقفت وجيت جنبه. تمام، شايفين الحمام ضربهم كلهم بعدهم. اشتركوا يا جماعة في القناة، فرحونا بالاشتراكات واللايكات بتاعتكم، ان شاء الله بإذن الله الفيديو ينال اعجابكم ونال رضاكم، ونكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله بإذن الله كل التعليقات اللي اتبعتت وردينا عليها بإذن الله قد تستفادوا منيها وتتابعونا. صلوا على النبي واذكروا الله، على بذكر الله تطمئن القلوب، وان شاء الله بإذن الله نشوفكم على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.